يبدأ ثمنه ب350 درهما، لا غلا على مسكين، إنه مخدر إمديما أو قرص الحب كما يطلقون عليه، والذي أصبح في الآونة الأخيرة يغزو البيضاء متفوقا على الكوكايين. وحسب يوميت الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، فإن هذا المخدر يجعلك تتصالح مع نفسك ومع العالم وتحب الجميع دون استثناء، ومن هنا جاءت تسميته بقرص الحب. وتعيش وترقص وكأنك وحدك في الدنيا، وتسهر إلى ما لا نهاية، وتمارس الجنس بشكل خطير حتى مع حيوان. ومن هنا جاء الإقبال عليه بشراهة، خاصة أن تناوله بسيط ولا يستلزم الكثير من التدابير والاحتياطات مثل الغبرة، إذ يمكن للمتعاطي أن يأخذه على شكل قرص مع كأس من الماء أو الفودكا أو الجعة، كما يمكن تذويبه في قنينة ماء يضعها على طاولته في مقهى أو حانة أو كباريا دون أن يلفت انتباه أحد. تقدر الدوز من حدا بولسي ولا يوقفك كعوام يعرفك شواش واخد شي حاجة مخدرة. يقول رجل آمن من شعبة مكافحة المخدرات التابعة للشرطة القضائية في اتصال له مع الصباح، مؤكدا أن هذا المخدر المصنف من نوع الإكستازي أصبح يغزو البيضاء وطنجة على وجه الخصوص، ويتم استخدامه من هولندا أساسا، ويتعاطاه الشباب بين 20 و 35 سنة، خاصة أنه ما فيهش الفرشة، وثمنه في المتناول إذ لا يتجاوز 500 درهم للغرام الواحد أو 300 درهم للقرص حسب الطريقة التي يتم تسويقه بها. المخدر الذي أصبح على الموضة اليوم في المغرب عاد بقوة إلى الأسواق الفرنسية قبل سنوات، بعد أن تراجع استهلاكه بسبب سمعته التي وصلت إلى الحضيض نهاية التسعينيات، حين علم متعاطه أنه يخلط بمواد أخرى مثل الكافيين والأسبرين تحدم مفعوله النقي والصافي. ويعود تاريخ ظهور المخدر إلى بداية الحرب العالمية الأولى، إذ كان الجنود يستعملونه ليحافظ على لياقتهم الجسدية ويضاعف منها، قبل أن يصبح ممنوعا أواسط الثمانينيات في العديد من البلدان.